السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ بقالي كتير ما نزلتش كده فيديوهات. وحشتوني والله، وحشني الكلام معاكم. حبيت النهاردة كده الفيديو اللي اعمله. يعني فيديو هيبقى ان شاء الله كده تستفادوا منه كتير. واللي هقول لكم عليه دي حاجات مجربة 100%، يعني حاجات انا عملتها والحمد لله نفعت معايا. طبعا كلنا بنحب ان احنا نحفظ سورة البقرة، وكتير مننا يحب يقرأها، لكن يعني ايه بنبقى حاسين ان هي تقيلة علينا شوية او كبيرة. هقول لكم بقى على حاجات النهاردة ان شاء الله هتسهل عليكم حفظ سورة البقرة. ودي حاجة محدش قال لي عليها، لا دي حاجة يعني ايه انا عملتها، وسبحان الله كان من فضل ربنا عليا ان انا احفظ سورة البقرة بكل سهولة. ايه بقى الخطوات اللي انا كنت بعملها، وسبحان الله كانت عن غير قصد، ولكن هو كان فضل من ربنا. اول حاجة طبعا قبل ما احفظ سورة البقرة خالص، طبعا انا كنت بعملها يعني من غير قصد ان انا هحفظ سورة البقرة، ما كانش صراحة في دماغي ان انا هحفظها خالص. ولكن انا كنت يعني حبيت ان انا اشغل سورة البقرة في البيت، بما ان انا سمعت فضل سورة البقرة ان هي سبحان الله لا تستطيعها البطل اللي هم السحرة، وان هي طبعا بتطرد الشياطين من البيت. طبعا اخذها يعني هي بتبقى بركة في البيت. فابتديت ان انا اشغلها كل يوم واسمعها. طبعا لما تسمعي الحاجة كتير فسبحان الله ممكن كده تبتدي ان هي يعني تفضل في الذاكرة عندك. فابتديت ان انا اقول معاه مثلا يعني ايات كده كانت بتفضل معايا ففاكراها، فكنت ببتدي ان انا اقول اردد مع الشيخ الآية. كانت آية فجأة سبحان الله بعد كده ممكن ان انا ابتدي بقى لا زادوا شوية بقى شوية يعني كده من كتر ما انا بسمعها، فآيات كتيرة الحمد لله اتعلقت كده في دماغي. طبعا ده من السمع الكتير، لان انا كنت بشغلها يعني على طول انا مشغلها في البيت كل يوم بشغلها، وخصوصا لما اجي انام انا افضل بقى يعني مشغلها وانا نايمه. فابتديت ان انا برضو الحمد لله رب العالمين اردد كتير مع الشيخ وهو بيقرأ. فحسيت ان انا يعني لميت كده منها شويه والحمد لله. فلما جيت احفظها طبعا سمع لسورة البقرة ده سهل عليا حفظ السورة وما خدش مني وقت يعني طويل. ابتديت احفظها طبعا في آيات كتيرة انا حافظاها فبقت تسهل عليا. دي من الحاجات اللي بجد حفظت منها سورة البقرة، وانا ما كانش في دماغي ان انا احفظ سورة البقرة. علشان كده بقول لكم السمع كتير هيخليكم ان انتوا تحفظوا بكل سهولة. لو شغلتوا القرآن كتير، يعني السورة اللي انت عايزة بقى تحفظيها ابتدي شغليها كتير، هي يعني ابتدي اسمعها كتير، هتلاقي نفسك ان انت خلاص الآيات اما الشيخ بيعيد مثلا كذا مرة كذا مرة خلاص هي هتثبت في دماغك. مع القراءة طبعا ابتديت بقى ان هي خلاص بتبقى ورد ليا كل يوم بقرأها كل يوم، هتلاقيها اسهل ما يكون عليك في الحفظ. هتبتدي تحفظي كتير، هتحفظيها بسرعة جدا، هتبقى سهلة عليكي جدا، مش هتاخد منك وقت، هتحفظيها بكل سهولة. بس احفظي يعني ان انت كده بتتدبري كده الآيات، بتسمعي لكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا، يعني اسمعي. يعني القرآن طبعا هو أهم شيء إن احنا ننصت إليه. احنا لما بيبقى في موضوع أي موضوع في الدنيا
بنبتدي نسمعه، والحكاية لما بتتحكي لك بتفتكريها وبتحكيها، ولو بعد شهر برضو بتفضلي فاكرة نفس الحكاية، لأن انت مدية اهتمام للقصة اللي انت بتسمعيها أو للحكاية اللي بتتحكى لك. فالقرآن اديله الوقت، يعني وقت كده مهم، وقت يكون هو ده وقت القرآن. الوقت ده أنا ما بديهوش لأي حاجة تانية، هو وقت القرآن. ما بنديش الفضل مننا للقرآن، لأن مش يعني بجد لو انت يعني اتعاملت مع القرآن على ان لما بقى أفضى، فمش هتاخدي من القرآن اللي انت يعني اللي انت عايزاه. لكن لو اديت اهتمامك للقرآن، القرآن يعني مش احنا اللي بنحفظه، القرآن هو اللي بيحفظنا. فدي كانت تجربتي، ودي من الحاجات يعني سبحان الله اللي سهلت عليا حفظ سورة البقرة بكل سهولة. أتمنى لو انتوا تستفادوا كده واعملوا بيها. القرآن هو يعني أفضل شيء، وهو نور طبعا في الدنيا وفي الآخرة. أشوفكم على خير فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.